السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا متابعين الكرام، متابعي قناة أبراج اليوم للتوقعات اليومية. اليوم هنعمل برج الجوزاء بتاريخ 18/12/2025، وهنشوف طاقتك غدا وتوقعاتك على جميع الأصعدة، على الصعيد العام والعملي والمالي والعاطفي والصحي والدراسي. ما تنسوش حبايبي اعمل لايك للفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس تشجيعا منكم ليصلك كل ما هو جديد أصحاب برج الجوزاء. على الصعيد العام النهارده دماغك شغالة بأقصى طاقتها يا جوزاء، في أفكار وخواطر بتيجي ورا بعض من غير فاصل، بتحاول تفهم اللي حواليك وتحلل كل تصرف وكل كلمة اتقالت قبل كده. يمكن تحس إنك مشتت، بس الحقيقة إنك واعي أكتر من اللازم. مش كل فكرة محتاجة قرار فوري، بعض الأفكار محتاجة وقت، بس الهدوء هيخليك تشوف الصورة كاملة من غير ضغط ولا استعجال. في إحساس داخلي إنك محتاج تغير حاجة في روتينك اليومي، مش تغيير كبير، لكن تعديل بسيط هيريح أعصابك. أنت بطبعك بتحب الحركة والتجديد يا جوزاء، والملل بيضغطك جدا. لو سبت نفسك للضغط هتحس بتعب ذهني أكتر. حاول تدي لنفسك مساحة تفكير من غير أصوات حواليك. النهاردة ممكن تحس إن في ناس مش فاهماك كويس، وده مسبب لك نوع من الضيق الداخلي. بس خليك فاكر يا جوزاء إن مش كل الناس لازم تفهمك، الأهم إنك تكون فاهم نفسك ومتصالح معاها. اختيار المعارك الصح بيريحك نفسيا. كمان في موقف بسيط هيكشف ليك طريقة تفكير شخص قريب، يمكن كلمة عابرة أو رد فعل غير متوقع. خد الموقف زي ما هو. انت ذكي وبتعرف تقرأ اللي بين السطور، والفهم ده هيساعدك تتعامل صح بعد كده. نهاية اليوم يا جوزاء فيها إحساس إنك تعبان ذهنيا أكتر من اللزوم، وده محتاج منك تهدئة حقيقية، مش بس نوم. اقفل دماغك شوية عن التفكير المستمر، حتى لو نص ساعة صمت أو هدوء. الراحة الذهنية هترجع لك بتوازن من جديد. أما على الصعيد العملي في الشغل يا جوزاء النهاردة عندك طاقة تفكير عالية وبتشوف حلول غير تقليدية، لكن المشكلة إن دماغك سابها إيديك، وده ممكن يعمل لك ضغط داخلي. مش كل فكرة لازم تتنفذ فورا، بعض الأفكار محتاجة ترتيب وتوقيت. حاول تكتب اللي في دماغك علشان ما تضيعش التفاصيل. التركيز على خطوة واحدة هيخليك تنجز أكتر من التشتت. ممكن تحس إن في ناس في الشغل مش مواكبة سرعتك يا جوزاء، وده بيخليك تحس إنك شايل الحمل لوحدك. حاول تبسط أفكارك لما تتكلم، مش تقليل منك لكن علشان توصل صح. التواصل الواضح هيقلل سوء الفهم. في قرار عملي محتاج منك تفكير هادي، الاستعجال مش في صالحك النهارده يا جوزاء. اسأل نفسك هل القرار ده هيخدمني على المدى الطويل، ولو الإجابة مش واضحة استنى شوية. الصبر هنا ذكاء مش ضعف. في فرصة شغل أو تعاون ممكن يظهر لك فجأة يا جوزاء. أنت بتحب التجديد، بس خليك واعي للتفاصيل. اسأل وافهم وما تمشيش ورا الحماس بس. التجربة حلوة بس لازم تكون محسوبة. اختيارك الصح دلوقتي هيريحك بعدين. نهاية اليوم العملي فيها إحساس بالإرهاق الذهني، مش لأنك فشلت، بالعكس لأنك فكرت كتير. حاول تفصل بين الشغل وحياتك الشخصية. لو فضلت شاغل دماغك التعب هيزيد. بكرة محتاجك صاحي ومركز. أما على الصعيد المالي تفكيرك في الفلوس النهاردة يا جوزاء متقلب شوية، مرة تحس إنك مسيطر ومرة يقلقك المستقبل. السبب إنك بتحسب كل حاجة في دماغك مرة واحدة. حاول ترتب الأرقام على الورق، الوضوح المالي بيريحك نفسيا. كمان في مصروفات صغيرة بتتكرر ومش واخد بالك منها يا جوزاء، هي مش كبيرة لوحدها لكن مجموعها مؤثر. راجع تفاصيلك اليومية، التقليل البسيط هيعمل فرق ملحوظ، علشان التحكم في الصغيرة بيمنع أزمة كبيرة. في فكرة مالية ممكن تيجي فجأة في دماغك، ما تكسلش عنها يا جوزاء. اكتبها وفكر فيها في وقت هادي، مش لازم تنفذ دلوقتي بس ممكن تبقى فرصة حقيقية لقدام. بلاش قرارات مالية سريعة بدافع الملل. اسأل نفسك قبل أي صرف محتاج ولا عايز. الفرق ده مهم جدا اليومين دول. انت ذكي بس الاندفاع عدوك والهدوء مكسبك. نهاية اليوم مناسبة لمراجعة هادية من غير جلد ذات ولا توتر. شوف ايه اللي عايز يتظبط وايه اللي محتاج يتعدل. كل يوم مراجعة بسيطة أحسن من صدمة كبيرة وانت قادر تسيطر. أما على الصعيد العاطفي مشاعرك يا جوزاء النهاردة سريعة التقليب،
انت بتقرب وبتبعد وبتفكر وبعدين تحتار. ده مش لعب، ده لانك محتاج تطمن عقلك قبل قلبك. انت بتحب تحس انك فاهم الموقف كامل، وإلا مش بتعرف ترتاح. لو مرتبط التواصل هو مفتاح اليوم، مش السكوت ومش التلميح. اتكلم بوضوح ومن غير لف ولا دوران. الكلام الصريح يريح الطرفين، والغموض يخلق توتر ملهوش لازمة. ولو انت عازف في شخص شد انتباهك بس انت متردد بسبب تجارب قديمة، حاول ما تحكمش الحاضر بالماضي. كل شخص قصة مختلفة، ادي فرصة بحذر مش خوف. في موقف بسيط هيكشف لك نية حد مش بالكلام بالفعل، وانت ذكي وبتلاحظ التفاصيل، ما تضغطهاش عنها. الفهم دلوقتي يوفر وجع قلب بعدين. نهاية اليوم العاطفي فيها تفكير عميق، مش حزن لكن مراجعة. انت بتسأل نفسك يا جوزاء انا محتاج ايه بجد؟ الإجابة مش فورية، بس السؤال نفسه خطوة مهمة. أما على الصعيد الصحي، التوتر الذهني مؤثر على جسمك أكتر ما تتخيل، حتى لو مش حاسس بألم واضح. الصداع والإرهاق وقلة النوم إشارات محتاجة تهدي دماغك قبل جسمك. مش كل حاجة تتحل بالتفكير يا جوزاء. كمان النوم عندك مش منتظم، تفكيرك بيكمل حتى وانت نايم. حاول تقلل استخدام الموبايل قبل النوم، ده هيهدي أعصابك وهيساعدك تصحى أهدى. كمان الأكل السريع مؤثر على طاقتك يا جوزاء، مش لأنه سيء لكن لأنه مش منتظم. جسمك محتاج نظام حتى لو بسيط، الانتظام أهم من المماثلة. قلة الحركة مخلياك تحس بخمول حتى لو يومك مشغول. مشي بسيط أو تمدد هيعمل فرق. الحركة بتفك التوتر وترجع لك نشاطك. نهاية اليوم محتاج هدوء حقيقي يا جوزاء، مش كلام ومش ضوضاء. حتى قاعدة لوحدك شوية، ده علاج ليك ومهم جدا ولصحتك. أما على الصعيد الدراسي، لو بتدرس يا جوزاء التشتت أكبر تحدي ليك، مش لأنك مش فاهم لكن لأن دماغك بتنط في مواضيع كتير. حاول تلتزم بموضوع واحد في كل مرة، وده هيخليك تنجز أسرع. طريقة المذاكرة التقليدية مش دايما مناسبة ليك يا جوزاء. جرب تقسم الوقت لفترة قصيرة ومكافأة بسيطة بعد كل فترة، ده هيناسب طبيعتك ويخليك مستمر. في مادة محتاجة تركيز زيادة يا جوزاء، ما تأجلهاش. ابدأ بيها وانت فايق حتى لو خطوة صغيرة، البدء أهم من الكمال. كمان بلاش تقارن نفسك بزمايلك، كل واحد وله طريقته، وانت مميز في الفهم السريع. حتى لو بتتأخر أحيانا المهم إنك بتوصل. نهاية اليوم الدراسي مناسب للتقييم. شوف عملت ايه كويس وشوف محتاج ايه لبكرة، ومن غير جلد ذات. الاستمرار هو سر النجاح. ودي كانت قراءتك يا جوزاء. انتظروني مع فيديو آخر وتوقعات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.